نأتي إلى اللوحة التي تلي هذه. قال إمامنا الجزري رحمه الله تعالى عن الحروف: للجوف ألف وأختاها. للجوف ألف وأختاها فاصلة، وهي حروف مد للهواء تنتهي. للجوف ألف وأختاها، يعني بدأ ابن الجزري رحمه الله في منظومته التي نحن بصدد شرحها في الكلام عن حروف المد الثلاثة، وأنها تخرج من الجوف كما أسلفت منذ قليل، وهو الفراغ وهو التجويف الحلقي والفموي، مجموع هذين التجويفين كما سيأتي معنا، وأنها حروف مد ولين كما أسلفت منذ قليل تنتهي للهواء، بمعنى ليس ثمة حاجز في طريقها. هذا معنى للهواء تنتهي. يعني لما نقول مثلا إنها ها، فهذه الألف آخر صوتها فم مفتوح، ويتلاشى صوتها شيئا فشيئا، لا يوجد شيء يقطع عليها الصوت، لا من لسان ولا من شفتين، بل ولا من وترين صوتيين. يعني لا يصح مثلا أن نقول كما نسمع من بعض إخواننا مثلا يقولون عليما حكيما. حكيما هنا ماذا فعل من يقول حكيما؟ قفل الوترين الصوتيين فأخرج همزة. الهمزة كما سيأتي معنا تخرج بالساكنة بقفل الوترين الصوتيين، فلا يصح عندما ننطق ألفا مدية أن نقفل الوترين، ولا أن نحرك اللسان، ولا أن نغلق الشفتين. حروف مد للهواء تنتهي، ليس ثمة في طريق خروجها حاجز يحول دون خروجها ويقطع صوتها. كذلك الواو، قو مثلا، قالوا، لو، لو، فنجد بأن الصوت يتخامد ويتلاشى شيئا فشيئا، وليس هناك نقطة ينقطع وينبتر الصوت عندها. الكلام ذاته يقال عند الياء، لما نقول مثلا في، في، فنجد بأن صوت الياء تخامد وتلاشى ولم ينبتر عند نقطة معينة، ولو انقطع بقفل الوترين لخرجت همزة، كأن نقول مثلا في أو قالوا. هذا كله من عيوب النطق ومن عيوب القراءة، فلينتبه إلى ذلك. نعود إلى اللوحة. للجوف ألف وأختاها. الألف تكلمنا عنها وقلنا بأنها لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، وأختاها هما الواو والياء الساكنتان المجانس لهما ما قبلهما، يعني الواو الساكنة قبلها ضمة والياء الساكنة قبلها كسرة، وهي يعني وهي حروف مد للهواء تنتهي. نرى اللوحة التي تلي ذلك وهي التي تبين لنا الجوف ما هو. الجوف ويشمل تجويف الحلق وتجويف الفم. الجوف ويشمل تجويف الحلق وتجويف الفم. انظروا إلى المنطقتين اللتان تملأان الفم، المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء. أما المنطقة الزرقاء فهي تجويف الحلق، وأما المنطقة الخضراء فهي تجويف الفم. مجموع هذين التجويفين هو الذي يسميه علماء اللغة وعلماء التجويد الجوف. فإن قال علماؤنا الجوف يعنون به هذا الفراغ الفموي، ولا يعنون به بطن الإنسان أو صدره، كما نرى من بعض إخواننا لما يدرس يضع يده على صدره ويقول تخرج حروف المد من الجوف وهو يشير إلى صدره. لا يخرج من الصدر شيء، وإنما الحروف كلها تبدأ من بعد الوترين الصوتيين. هذا المكان أيها الإخوة، المنطقة الزرقاء والخضراء، مجموعهما يشكل الجوف. نرى اللوحة التي تلي ذلك والتي جمعت لكم فيها حروف المد الثلاثة حتى نقارن بينها، كما قالوا وبضدها تتميز الأشياء. فالألف كما نرى على اليمين تخرج من الوترين الصوتيين واللسان في وضع الراحة والفم مفتوح. الواو تخرج من الوترين الصوتيين والشفتان مضمومتان وأقصى اللسان مرتفع. الياء المدية تخرج من الوترين الصوتيين ووسط اللسان مرتفع باتجاه قبة الحنك، وأما الشفتان فلا عمل لهما في الياء. هذه هي مخارج حروف المد الثلاثة كما نراها أمامنا. هنا أنبه على شيء كما نرى على اللوحة التالية. تنبيه: بعض إخواننا، طبعا هذا الكلام للمتخصصين ودرسنا كله للمتخصصين،
لو فتحنا بعض كتب التجويد نجدهم يقولون إن الواو والياء الماديتان مع الألف المادية من الجوف، والواو غير المادية يعني المتحركة والساكنة مفتوح ما قبلها من الشفتين، والياء غير المادية من وسط اللسان. هكذا نجد في بعض الكتب. هذا الكلام بارك الله فيكم سببه الخليل رحمه الله. الخليل ابن أحمد الفراهيدي هو الذي فرق هذا التفريق، وفرق بين الواو والياء المادية والواو والياء غير المادية. أما تلميذه سيبويه فلم يفعل ذلك، وقال المادية وغير المادية كلها من مخرج واحد، الياء المادية وغير المادية من وسط اللسان كما مر معنا في الصورة، والواو المادية وغير المادية من الشفتين لا بد من انضمامهما مع عمل الوترين الذي هو الجهر كما سيأتي معنا في بحث الجهر. لذلك لا يوجد عند سيبويه مخرج اسمه مخرج الجوف. عند سيبويه المخارج كما مر معنا 16 مخرجا. فالألف عند سيبويه تخرج من أقصى الحلق من منطقة الهمزة والهاء. لما تقول أنت مثلا فلما تبدأ صوتك هذه هي الهمزة، ولما تتابع الصوت هي الألف فقال سيبويه الألف من أقصى الحلق كالهمزة، والواو المادية من مخرج غير المادية من الشفتين، و وي أو كلها من الشفتين مع عدم إهمال الجهر الذي فيهما وهو اهتزاز الوترين الصوتين. هذا لم يهمله سيبويه، وكان القدماء يسمونه صوت الصدر. إذا وجدتم في كتب القدماء صوت الصدر فإنهم يعنون بذلك اهتزاز الوترين الصوتيين في الحنجرة. كذلك الياء المادية عند سيبويه من مخرج الياء غير المادية أي يا يو يي كلها من وسط اللسان. وأما الخليل رحمه الله ففرق هذا التفريق. إمامنا الجزري رحمه الله حاول أن يدمج مذهب الخليل مع مذهب سيبويه فجعل للجوف مخرجا قائما برأسه. في اللوحة التالية سنحاول التوفيق بين كلامي هذين الإمامين رحمهما الله تعالى. نرى على اللوحة التالية تنبيه: نسبت حروف المد إلى المجرى الصوتي كله أي الجوف لأنها تخرج بأقل انضغاط للصوت، فيكون اللسان في وضع الراحة في الألف ويرتفع، نأخذ اللوحة التي بعدها، ويرتفع وسطه في الياء، اللوحة التي بعدها، ويرتفع أقصاه في الواو مع استدارة، مكتوب مع استدارة الشفتين، الأصوب أن نقول مع انضمام الشفتين فيها، ويرتفع أقصاه في الواو مع انضمام بدل استدارة الشفتين فيها لكن بأقل انضغاط كما استفدت. بينما انظروا إلى العبارة الأخيرة: ونسبت الواو والياء غير الماديتين إلى مخرجيهما. يعني شو معنى مخرجيهما؟ الواو غير المادية نسبت إلى الشفتين، والياء غير المادية إلى وسط اللسان، لأن انضغاط الصوت فيهما أكثر منه في الماديتين. هذا الكلام محاولة للتوفيق بين كلام الخليل بن أحمد رحمه الله وبين كلام سيبويه.